بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا على قناتي. فيديو مفيد ان شاء الله، يا ربي يفيدكم في هذا الشهر الفضيل. فيديو هو مزدوج، سواء مناسبة ولا لشهر رمضان المبارك، اللي هي الذقلة المحشية. الوصفة هذه على بالي بلي راهي كاينة بزاف في المواقع، ولكن كل واحد يمد الاقتراح نتاعو. لعل وعسى يكون الاقتراح نتاعي اسهل واقتصادي والمهم يعني يفيدكم. هذا هو الأصل والحاجة اللي نحوسوا عليها كامل، أنه تكون حاجة اقتصادية ومفيدة وتخرج باهية وتحمر الوجه. اذا مباشره راح نبداو في الوصفه تاعنا. الوصفه هذه انا جبتها من مناسبه خاصه كانت في العائله تاعنا، اللي هي خطوبه بنت خالي، ربي يهنيها ان شاء الله ويسعدها. هنا اول حاجه واش راح نديرو، اختيار الدقله يلعب بزاف دور مهم في المناسبات. هذا نهضر على المناسبات. اولا لازم نختاروا دقله اللي تكون نوعيه جيده. نمسحوها مليح، نحيو لها النواه باش نبداو نحشوها. وكي تكون في رمضان المبارك نختاروا اي دقله يعني اللي تساعدنا حنايا، ونختاروا لها كذلك الحشوات اللي رايحين نديروهم في رمضان المبارك. نختاروا الحاجه اللي تمد لنا طاقه، لانه الدقله الصحيح انه فيها هي وحدها فيها كامل العناصر، يعني من الفيتامينات الى اخره، ولكن نزيدوا ندعموها بالقليل من العناصر اللي تفيدنا وتفيد الانسان الصائم. مثلا نديروا جلجلان، نرحيوه نخلطوه مع القليل من القمح، يعني نديروا شغل طمينه، يعني اللي نسميوها حنايا طمينه، في الصيف نسميوها طمينه. نديروها ونخليوها يابسه، من بعد رايحين نديروها هكذا كريات ونحشو بها التمر تاعنا. ولا نديروا جلجلان، ولا نديروا مثلا جلجلان ومعه نديروا شويه تاع الشوفان بزاف مفيد للصائم. يعني نختاروا الحشوات اللي تساعد الانسان وتمد له الطاقه. هنا في المناسبات راح نقترح عليكم زوج اقتراحات. هنايا كانت دارت بنت خالي، دارت الحشو الاول دارته اللوز ولماتو بالشربات. انا عجبتني صراحه الحشو الثاني، لانه بزاف 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 بنين، الذوق تاعو خيالي. هي ما كانش عندها اللوز بزاف، فاقترحت انه دير، قالت لي اقترحي عليا باش ندير الحشو الثاني. قلت لها فوالا باش عندك منها وبدينا نتناقشوا درنا حشو. واش نقول لكم، بزاف بزاف بنين. خلطناها كاوكاو كان مرحي مع حلوة الترك مع نسلي كراميل. وما شفيتش واش درنا حاجه اخرى. ليسونسيال هذو ثلاث مكونات اساسيه: كاوكاو مرحي مقلي ومرحي، ونسلي كراميل، والحلوه تاع حلوه الترك. خلطناهم جات حشو مميز هايل. من بعد رايحين قلنا ننزعوا النواه تاع التمر ونجيبوا الحشوات تاعنا نديروهم، يعني نديروهم مع الحبات كما راكم تشوفوا. اذا كنتوا رايحين تغلفوهم بالشوكولا ديروا الحشو اقل من هذا اللي كنتوا تشوفوا فيه باش تتغطى الحبه تاع التمر تاعكم نهائيا. اذا رايحين تخليوها هيضه خليوها هكذا خارج شويه الحشو باين، ورايحين فوق الحشو هذاك نديروا شويه من العسل ولا الجلوكوز ونلصقوا فيه مثلا مكسرات، ولا حبيتوا مثلا الورود هذه، ورد الشوش هذا، ولا مثلا ديروا فيه اي حاجه اقتراح تاع ديكور، يعني نديروا مثلا قطايف، ديروا اي حاجه. الحشو الثاني اني تفكرت واش درنا. درنا قطايف محمصين ومرحيين، خلطناهم في الحشوه تاعنا، يعني كاوكاو مرحي محمص ومرحي، ونيسلي كراميل، وحلوه الترك، وقطايف مرحيين محمصين ومرحيين. هذا هو الحشو الثاني. والله جا بزاف بنين، انا عجبني يعني صراحه، عليها اللي حبيت نقترحه عليكم. من بعد كي نخلصوا الحبه تاعنا قلنا رايحين نغلفوا الشوكولا تاعنا. اللي حاب يغلفها يعني نهضر على المناسبات. هنايا كانت راح نديرها بالشوكولا نوار. من بعد احنا كنا هيدا مع بعضنا بنات خالي ومنا، وكل وحده تمد الراي تاعها ونتناقشوا، من بعد نخرجوا بفكره نهائيه. هنا اقترحنا انه نديروا الشوكولا بلون ونزينوها، لانه الشوكولا بلون هي اللي يبان فيها الديكور احسن. واش دارت هنا شوكولا بلون، دارت عليها كاين اللي دارت لهم خطوط كما راكم تشوفوا، وكاين اللي دارتهم الورقه هذه الذهبيه، وكاين اللي دارت فيهم الورود. هنا دارت الابيض، ودارت نص دارته في لاكولور لو موف كما كنتو تشوفوا، خرج بزاف هاي لاكولور هذيك. هي اصلا هي تحب هاد لاكولور ودارتها خرجت يعني كيما تحبها هي.
جات هايله بزاف بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا الخطوط هذو ثاني راهم في لو موف باينينك شغل في لو غري بصح ما راهم موف. هنا نبداو نديرو في البيراميد تاعنا. هذا البيراميد هذا راهو كاين عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. تقول له برك نديرو فيه الدقله، راح نديرو فيه الدقله المحشيه. هو يعطيه لكم كاين احجام، يكون صغير كاين الكبير، كاين هذا الحجم تاعو متوسط. وهز الله يبارك يعني هز تقريبا حتى 100 حبه، هز بزاف العدد. من بعد هنا كي خلصنا ديكوراسيون، يا كانت حابه ديكوراسيون واحده اخرى انا بدلت لها الديكوراسيون. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتها لانه هي تحب كلش يكون بيرفكت. يعني باش اذا عجبتها الفكره هي قالت لي بلي خرجت باهيه. نتوما زيدوا قولوا لي اسكو خرجت مليحه ولا راهي ما عجبتهاش وقالت لي هي مليحه. فقط هذه هي اللمسه تاعنا تاع الديكور. انا حبيت هذا الفيديو يكون مزدوج، ديكور وكذلك اقتراح وصفه واقتراح ديكور، يعني يكون فيديو مزدوج ويفيدكم يعني. هنا الدقله هذه كما قلت لكم على بالي راه يعني كاين وصفات بزاف في اليوتيوب وكاين كل وحده واش تقترح في الوصفه تاعها. انا حبيت نفيدكم بالافكار اللي كنا قدمناها هذا في الخطوبه تاع بنت خالي، ربي يهنيها ان شاء الله ويسعدها. وهذا ما كان. هنا انا تعرفوني نحب الاضواء، كنا رايحين نديرو هكذا برك. من بعد حبيت انه نزيدوا اللمسه تاع الاضواء هذو لانه نحب الاضواء تمد. شوفوا هنا كانت شغل المات يا اخي. من بعد كي نزيدوا لها الاضواء هذو تمد لها فريمون واحد اللمسه. شوفوا ديفيرونس كبيره والله، جات واو رائعه. ومع اللمسه هذه تاع الفراشات طبعا فراشه. وخلاص هذا هو الفيديو تاعنا. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الفكره عجبتكم الفكره وتستفادوا منها باذن الله تعالى. وما بقى لي في اخر الفيديو نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. فيديو يكون مفيد ومليح يعني يفيدكم في المناسبات، سواء مناسبات افكار ديكور ولا افكار تاع وصفات. ان شاء الله راكم تستفادوا من القناه نتاعي. وما بقى لي غير نقول لكم في الاخير سلام وصحه رمضانكم وصحه فطوركم ومع السلامه.